أنا جنبك يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه متابعي قناة مستر فورتين؟ معاكم محمد عمر. جايين النهارده نتكلم عن ما بعد ماتش الزمالك والاهلي. عندنا بكره ماتش مهم جدا مع سموحة. في 3 ماتشات بكره هيبقوا مهمين قوي في مشوار الزمالك وفي تحديد شكل الدوري. بس هنتكلم عن الماتش اللي يخصنا الاول، اللي يهمني يعني، اللي انا جاي اتكلم عليه هو اللي هنتكلم عنه. هنتكلم عن ماتش الزمالك وسموحة. بس الاول هنقول يعني الماتشات اللي عندنا بكره. في بكره ماتش الانبي والنادي الاهلي الساعه 8، وفي ماتش بيراميدز وسيراميكا برضو الساعه 8، والزمالك هيلعب سموحه برضو الساعه 8. الماتشات التانية هتفرق معانا في نتيجتها، هتأثر معانا في تحديد شكل الدوري. طبعا احنا ما نتمناش ان الاهلي يكسب، وما نتمناش ان سيراميكا يكسب. نتمنى ان الاثنين ما يحققوش مكسب بكره، تبقى النتيجه تعادل مثلا او خسارتهم الاثنين، هيبقى اريح. والا لو الزمالك كسب مش هيبقى فارق معانا اي حاجه، ومش هيبقى فارق معانا مين يكسب ومين ما يكسبش. بس عايزين برضو حد من الاثنين، والاكتر بيراميدز، عشان او الاكتر الاهلي كمان مش بيراميدز. والله الاثنين يعني مش عارف اقول لك مين من مصلحتنا اكتر ان هو يقع وما يقعش. بيراميدز من مصلحتك ان هو يقع، لان بيراميدز مش من مصلحتك ان هو يعديك في النقط عشان ما يبقاش هو بطل الدوري. والاهلي من مصلحتك ان انت لو انت مش هتكسب وهتتعادل مثلا، ان الاهلي ما يكسبش، عشان برضو الاهلي ما يبقاش فرق بينك وبينه نقطة وتبقى الدنيا واقفة على ماتش. فالنتيجتين بتوع الماتشين بتوع بكرة، سواء بيراميدز وسيراميكا او الاهلي وانبي، هيفرقوا معانا جدا. فلايكك جميل، واعمل كوبايه شاي، والاول قيم لي الحته الطرش ديت. قول لي إيه رايك بقى، ورأيك في التيشيرت كده، واديله تقييم من 10. انا عارف ان هو طرش، بس مش قادر يعني، بصراحه مبسوط جدا بيه. فبسم الله نبدأ نتكلم عن ماتش الزمالك وسموحة. الأول سموحة لعب في مجموعة البطولة، لعب 4 ماتشات، خسر ال4 ماتشات. سموحة خسر ال4 ماتشات. أنا محضر برضو النتائج هنا عشان ما انساهاش. أقول لك على النتائج بتاعت سموحة. سموحة لعب 4 ماتشات، بقول لك: خسر من إنبي 2-0، خسر من الأهلي 2-1، خسر من سيراميكا 2-0، خسر من المصري 1-0. يعني سموحة لعب 4 ماتشات، خسر الأربعة. دخل فيه 8 تجوان ودخل جون. الجون الوحيد اللي كان دخله سمو الأموادي في الأهلي، واحد من أجمل أهداف الدوري بصراحة. بس المقصود من الكلام إن هي فرقة مش ما تخوفكش، فرقة أنت قادر إن أنت تنزل بكرة تدوس وتكسب وتخلص الماتش بدري وتريح جمهورك اللي شايط على آخره. مش هنقبل أي تهريج بكرة، ومش هنقبل أي تهاون بكرة، ومش هنقبل أي تخاذل بكرة. عندنا ماتشين في الدوري ببطولة الدوري، عندنا ماتشين في الكونفدرالية ببطولة الكونفدرالية. مهم جدا ان انت تحقق البطولتين، مهم جدا. مفيش بالنسبه لنا دلوقتي، لو جيت تسال اي زملكاوي، بالنسبه لنا دلوقتي تحقيق بطوله واحده يعتبر فشل. تحقيق بطوله واحده من الاتنين دلوقتي يعتبر فشل. لو جيت سالتني من كام شهر كنت اقول لك ان الوصول اصلا لغايه هنا ده انجاز. فتاني هقولها، انا قلتها الفيديو اللي فات وهقولها تاني الفيديو ده: اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، انتوا اللي اديتونا الامل دوت، وانتوا اللي عليتوا سقف توقعاتنا. فلازم تبقوا قد النتائج اللي انتوا عملتوها دي. ما ينفعش نضيع الدوري كله على اخر ماتشين. سموحة فرقة بتعتمد على 4-2-3-1 او 4-1-4-1، كابتن احمد عبد العزيز. وبيعتمد على التشكيلتين دول في الفرق اللي هو بيبقى نازل عايز. لو جينا نبص على معظم النتائج اللي عملها سموحة في ال4 ماتشات بتوع مجموعة البطولة، سموحة خسر ال4 ماتشات. الماتش الوحيد اللي جاب فيه جون كان ماتش الاهلي، وكان اكتر ماتش سموحه قريب ان هو يتعادل او يكسب. كان اكتر ماتش في الاربعه سموحه قادر قريب ان هو يحقق نتيجه ايجابيه فيه. فايه اللي يلفت نظرنا لحاجه زي كده؟ ان سموحه في ال4 ماتشات، يعني في ماتش انبي سموحه كان استحواذه 53% وخسر، كان معاه الاستحواذ. في ماتش سيراميكا سموحه كان معاه استحواذ 51% وخسر، كان هو برضو اللي معاه الاستحواذ. في ماتش المصري كان 55% الاستحواذ لسموحه وبرضه خسر. فمعنى كده ان سموحه فرقه لما بتسيب لها الكوره ما عندهاش حلول. هي فرقه ما عندهاش حلول، فرقه ما عندهاش امكانيات كتير. هو بيعتمد على سامو الامادي مثلا، بيعتمد على خالد الغندور، بيعتمد على سمير فكري، بيعتمد على
بابا بادجي المهاجم. وعلى كده وهي فرقة في المتناول جدا، والزمالك قادر ان هو ينزل بكرة يتعامل معاها بسهولة يعني. مش بسهولة ان هو ماتش سهل، مفيش ماتش جاي سهل، مفيش ماتش جاي سهل. والفترة اللي احنا فيها دي مفيش حاجة اسمها ماتش سهل. لازم تدي لكل فرقة احترامها، وتنزل تلعب على حظوظك، وتأمن بحظوظك، وتبذل 200% من اللي عليك. المهم ان دي خطة لعب سموحة، وطريقة لعب سموحة 4-2-3-1 او 4-1-4-1. لما بيبقى نازل عايز يدافع بيلعب 4-1-4-1 زي ما لعب قدام الاهلي. ولما بيبقى نازل عايز يهاجم بيلعب 4-2-3-1 زي ما لعب قدام سيراميكا، وزي ما لعب قدام المصري، وزي ما لعب قدام مين تاني يا رب، قدام انبي. فهو عنده طريقتين اللعب دول ما بيغيرش فيهم. مفاتيح لعب سموحة هي بتتمثل في سمير فكري وصامويل امادي، حسام اشرف لو نزل، مين تاني يا ربي، دبش في الدفاع، محمد ميدو برضو في الدفاع. بس هي دي تقريبا عمرو السيسي نص ملعب. فدي تقريبا هي مفاتيح الخطورة بتاعت سموحة اللي ممكن يجيلك منها قلق يعني. لكن هي فرقة في المتناول، والزمالك قادر ان هو ينزل بكرة يخلص الماتش بسرعة وبالراحة، من غير توتر ومن غير تسرع. نقفل صفحة سموحة ونتكلم بقى عن الزمالك بكرة عنده ماتش زي ما بقول لك، ماتش مهم جدا، وسهولته في صعوبته. هو ماتش سهل، لكن الضغوط والحاجات اللي حوالين لعيبة الزمالك ان هم حاسين دلوقتي ان الدوري ممكن يروح منهم في ثانية. دي بتعمل ضغوط سلبية على النادي، وبتعمل ضغوط سلبية على اللعيبة. ده دورنا كجمهور. الجمهور اللي رايح بكرة أنا متأكد ان الجمهور هيبقى مالي الملعب. خليك عارف ان انت ما تضغطش اللعيبه. حاول انت ما تضغطش اللعيبه، حاول تحفزهم ما تضغطهمش. طبعا انا عارف ان الجمهور بيعمل كل اللي عليه. شفنا الجمهور عمل ايه الماتش اللي فات واحنا خسرانين 3-0. الجمهور كله كان واقف بيشجع اللعيبه، ما كانش في حد بيحاول يضغطهم ولا حاجه. بس انا لازم اقول كده عشان برضو الناس لو حد انفعل ولا حاجه يبقى عامل حسابه ان لسه عنده ماتش مهم مع سيراميكا. وماتش بكره الفوز ممكن يجي في اي ثانيه. ما تستعجلش وما تتسرعش، حاول تحسم بدري وما تستسهلش. وناصر يا منسي، لو جاتلك فرصة خلص. مش مهم انت تجيب الجون، المهم ان الزمالك يجيب جون، سواء انت جبته او عدي جابه او سيف الدين الجزيري. اي حد هيلعب يجيبه. وبالنسبة لحتة سيف الدين الجزيري دي، سامع كلام ان في ناس بتقول ان كابتن معتمر بيفاضل ما بين سيف الدين الجزيري وما بين عدي الدباغ عشان يلعب مهاجم. انا ضد الكلام دوت. ما تهدش ثقة ناصر منسي في نفسه، لا اديله وكمل معاه. كمل بالتشكيل اللي انت بتلعب بيه. نيجي طيب للتشكيل المتوقع للزمالك. مفيش اي كلام. مهدي سليمان حارس مرمى. مش عايزين نلعب في الثوابت، مش عايزين نغير دلوقتي. ما ينفعش نغير دلوقتي. انا ممكن اتفاهم ان انت تلعب بعواد مثلا في ماتش الكونفدراليه عشان لو رحت ضربات جزاء ولا حاجه. لكن المهدي سليمان حارس كويس، والمهدي سليمان كان رايح مع ضربه الجزاء بتاعه محمود تريزيجيه برضه. فمش من مصلحه الزمالك ولا من مصلحه المهدي سليمان ان هو يقعد دلوقتي. فانا شايف ان المهدي سليمان طبعا حارس مرمى. باك يمين محمد ابراهيم ما فيهاش. محمد ابراهيم باك يمين. هتلعب بقلبين دفاع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد مش الونش. ويا جماعه حسام عبد المجيد الناس مطلعاه مسرح. حسام عبد المجيد الكوارث والغلطات اللي بتحصل دي هي حصلت لان حسام عبد المجيد بيحاول ياخد الريسك. ده بناء على طلب من الجهاز الفني. عمره حسام عبد المجيد ما هيتدرج بالكرة من تحت غير لو الجهاز الفني قال له انا عايزك تطلع بالكرة على الارض من تحت. دي تعليمات حسام عبد المجيد. عنده قصور في الحاجات ديت، بس هو الراجل بيشتغل عليها، وراجل مقدم موسم ممتاز حسام عبد المجيد. وما ينفعش ان اول غلطه، او مفيش لعيب حتى لو حسام عبد المجيد عايز يروح الاهلي عمره ما هيعمل الغلطه ديت في الماتش دوت، لان دي ممكن تقضي عليه. فانا شايف ان حسام عبد المجيد افضل مدافع في الدوري المصري، وافضل مدافع زملكاوي موجود دلوقتي. وحسام عبد المجيد احق من اي حد ان هو يبقى موجود مدافع نادي الزمالك جنب محمد اسماعيل اللي بيتدرج بالكره حلو، وتسيب مهمه التدرج بالكره من تحت دي لمحمد اسماعيل. باك شمال هنلعب باحمد فتوح عشان احمد فتوح يحاول يخش نص الملعب ويساعد برضو في بناء اللعب والتدرج بالكرة. هنلعب اتنين في نص الملعب. محمد شحاتة وجنبه عبد الله السعيد. محمد شحاتة وعبد الله السعيد. قدامهم قدامهم محمد شحاتة ومحمد السيد، وقدامه عبد الله السعيد. محمد شحاتة محمد السيد قدامه عبد الله السعيد. خوان بيزيرا وينج يمين، عداد دباغ وينج شمال. ناصر منسي مهاجم. ما تبدلش ما تلعبش. ممكن تشيل محمد السيد وتحط ادم كايد. ممكن تشيل محمد السيد وتحط ربيع. ممكن تشيل محمد السيد وتنزل بنتايج يلعب وينج، وتحط فتوح في نص الملعب. ما عنديش مشكله.
لكن ما تغيرش عقدية دباغ تلعبه مهاجم وهو بيلعب بقاله فترة بوينج وماشي كويس في الوينج. ما اقرص على ناصر منسي ان انت لو جاتلك فرصة تستغلها بدل ما تبدله وتهد ثقته في نفسه. طبعا الزمالك هيبقى عنده اوراق بره زي شيكوبانزا وزي ادم كايد لو ما بدأش، وزي محمود بنتاجي لو ما بدأش، زي احمد شريف، زي عمرو ناصر، زي هيبقى معانا اسلحه مهمه ممكن ان احنا نستخدمها في نص الماتش لو احتاجنا لكده. لو النتيجه ما احتاجتش لكده يا ريت ان انت تخلص الماتش بدري بدري في السريع، وتبدا تريح لعيبتك لماتش سيراميكا او لماتش اتحاد العاصمه في ذهاب الكونفدراليه يوم السبت ان شاء الله. وباذن الله نطلع بعد ماتش العوده في نهائي الكونفدراليه نحتفل بالكونفدراليه، ونطلع بعد ماتش سيراميكا نحتفل بالدوري باذن الله، الدوري والكونفدراليه للزمالك باذن الله. ده كل اللي عندي بخصوص الماتش. لو انت لسه معملش لايك اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات اول باول، وخليك دايما متابعنا وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. كان معاكم محمد عمر من قناه مستر 14. سلام.